خدي كاس ديال الكوك واجي نوريك شنو غنصيبوا اليوم. غنصيبوا واحد الوصفه يا سلام يا سلام. هنا كناخذ مقله كنديرها على نار مهيله وكنكب فيها كاس ديال الكوك، كنحمرو غير شويه حتى كنحصل على هذا اللون هذا بالضبط، وكنطفي عليها. ومن بعد كناخذ 100 غرام ديال الزبده، نص كاس ديال السكر، مع واحد الساشي ديال الفانيليا، وكنحاول نخدم ديك الزبده بيدي هكايا كيف ما كتشوفوا. ومن بعد كنضيف عليها داك الكاس ديال الكوك اللي ديجا حمرت، وكنعاود نخدم داك الخليط مزيان. ومن بعد كنضيف نص كاس ديال الزيت مع واحد البيضه، وكنعاود نخدم داك الخليط مزيان حتى كنحصل على داك الخليط اللي كريمي. وهنا كناخذ قشور ديال الحامضه وكنحكو، انا الحامض ضروري يكون في هذه الوصفه هذه. وهنا كندير 8 غرام ديال الخميره الكيماويه، وبالنسبه للدقيق درت الدقيق حسب الخليط، يعني كنخلط وكنشوف غير بعيني حتى كنحصل على هذا القوام هذا بالضبط كيف ما غتشوفوا معايا هنايا. ومن بعد كنكورهم كويرات وكنحطهم في لاطه، وغنوجد داك الخليط اللي غندهن به اللي قاليت من الفوق. درت واحد صفار ديال البيض، ملعقه ديال النسكافيه، شويه ديال الزبده، وكنخلطهم مزيان. كندهن اللي قاليت من الفوق بهذه الطريقه هذه، وكنحاول انني نزوقهم كامل الفوق بلا فورشيت. راه غتلاحظوا معايا هنايا كيفاش كندير. وكندخلهم للفرن اللي درتو على 180 درجه لمده ديال ربع ساعه حتى كيجيو طيبين مزيان. الصراحه هاد الوصفه هذه ضروري خاصكم تجربوها، واحد المذاق ما نعاودش لكم، كيجيو هشاش وريحتهم ماليه الدار كامله صراحه، عرفتوا فيهم واحد الريحه يا سلام. وبالصحه والراحه، وما تنساوش لايكاتكم والبارطاج علاش لا، وبسلامه.